لما تبحر بخيالك في بعض الشخصيات التاريخية اللي موجودة ما تستذكر إلا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما يشوف عمرو بن معدي كرب يقول: سبحان الذي خلقك وخلق البشر. السلام عليكم. أمتي 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 أنت يا مفاخر الزمان، أنت يا عروسة الجنان. أبحري أبحري وانخري مسالك البحور، سعيك الحميد لن يبور. قم إلى حمل المنار، كن على درب الفخار. فارس العرب أو فارس اليمن أو كما يحب أن يطلق عليه صاحب الصمصامة. الصمصامة كان سيف ما يرد فيه على لباس العمامة. عمرو بن معدي كرب، الرجل هذا الشخص هذا يقال انه صحابي ويقولون انه تابعي. ليش صحابي وليش تابعي؟ نجيبها بسياق القصة بعدين. ادخل لي على عمرو بن معدي كرب بالجاهلية، خذه من الجاهلية وبعدين شوف قصته بالإسلام وشوف قصة استشهاده. شخص عظيم، يعني كان تخيل عمرو بن معدي كرب يصفونه بالجاهلية وبالإسلام، يصفون انه معد كان إذا ركب الخيل تخيل رجوله تمشي بالأرض، يعني من طول الرجل هذا وضخامته، فكان يتعجب عمر بن الخطاب منه. فلما يشوفه يقول: الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمرو. يعني الشخص هذا العظيم الخلقة والبنية، تخيل الشخص هذا. وعمر بن الخطاب ما كان قليل، يعني عمر بن الخطاب بالصفات اللي عنده انه كان ضخم. تخيل كيف كان يشوف عمر. شوف صاحب الصمصامة وفارس اليمن شلون كان. بالجاهلية كان هذا الرجل مقدام بالمعارك، يعني كان لا دخل المعركة قلب الطاولة وشيل أبوك وحط أخوك وتنتف شوارب. يعني الرجل جامع كل الصفات اللي قاعد نقولها بالحلقات. تخيل الرجل هذا في يوم من الأيام جالس ببيته، هو جالس ما عنده من الشيطان طاري، صاحي الصبح وعلى الريق يعني كذا، ما أحس ولا الناس اللي قاعدة تصوت عند البيت وكذا. طلع عليهم وش العلم؟ قالوا: والله معركة دايرة بين قبيلتكم وقبيلة ثانية. قال: شلون؟ قال: قال سكر الباب ورجع البيت وجلس. دخلت عليه اخته قالت: ابوي يوصيك يقول لك الحقنا، ترى المعركه قائمه بيننا وبين العرب الفلانيين. قال: لا لا لا، انا ما اروح الا افطر. انا رجال اذا ما فطرت ما اروح، ما اعرف السوالف هذه ما اعرف. يا عمر يمين يسار تكفى، ابوي يبيك لا تفضحنا معه. قال: والله ما اروح الا تجيبون لي فطوري. قالت: ابشر ايش تبي فطور؟ قال: والله انا ما افطر الا سمن وعسل وتعطوني ذره، وتعطوني الذره طبعا حب الذره، وتعطوني من الخير الموجود عندكم، وتجيبون لي خروف أبيه شوي يعني سمين كذا. قالت: أنت فيك شيء ولا؟ قال: ما في، ما أنا رجال ما أفطر إلا الفطور هذا، إن جبتوا لي أنا أعين خير. أرسلوا لأبوه قالوا: ترى عمرو قال يا ولد اشبعوه بس اخلصوا علينا، خلوا يجينا المعركة، وخذنا القوم هذول قلبوا علينا طاولة المعركة كلها، جيبوه بس. جابوا حطوا قدامه الخروف الزين، وقاعد الرجال مفطح وياكل وما عنده من الشيطان طاري وما يدري عن هو المعركة. يوم شبع وخلص. قال: شبعت؟ قال: قالوا ترى ربعك انهزموا بالمعركة. قال: لا لا ما ينهزمون. يجي طال عمرك يركب الخيل ويطلع من البيت يتمشى كذا، ما احسوا الا ناس من قومه جايين من المعركه، من ارض المعركه. قالوا: شنو مرجعكم؟ قالوا: اهزمونا الربع وانت قاعد تفطر. قال: يعود والله العظيم انكم مشكله. ويطلع ما احسوا الا على جية ابوه. قال ابوه: قبح الله سعيك يا ولد، احنا انهزمنا، الناس كلونا اكل وانت الحين. قال: عندي روح توكل. تبي تجي انت معي ولا؟ قال: يا ارجع انت. قال: والله ما ارجع، انا اوريهم. ويجي طال عمرك اول ما دخل القوم هذول منتصرين على اساس انهم يبغون ياخذون الغنايم، ويدخل من بينهم عمرو بن معد. تخيل دخل من بين الجيش. طالعون يا ولد وش هالجث هذا، وش الرجال اللي ما شاء الله لا اله الا الله، ما حد شاف بهيئته الرجل هذا. دخل عندهم ما يمديهم لقطوا سيوفهم ويحصدهم حصد. هو طالع من بدايه المعركه الى نهايتها، خلص طال عمرك طالع ولا ما في احد، الجيش كله وراه، ويرجع لهم ثاني مره ويحصد من جديد. كان الرجل يعني شجاع لدرجه ان الناس خلوا الغنايم وخلوا حتى حلالهم وهربوا وخلوه. رجع طال عمرك على اهله، قالوا: ها يا عمرو وش اللي صار معك؟ قال: روحوا خذوا الغنايم، خلصت لكم على الدنيا هذه كلها. شوف الشجاع، كان يهابها الملوك ويهابوا العظماء بالجاهلية، ما يبون هالرجل هذا، ما يبون مواجهة الرجل هذا. رجل كان عظيم يعني ما يشوف أحد بعينه. بعث الله الرسول عليه الصلاة والسلام، ودروا فيها الناس كلها، ودروا أن في رجل من الحجاز من بني هاشم يدعو إلى دين جديد. فقاموا الناس توافدون للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل 2 إلى اليمن على أساس أنهم يدعون أهل اليمن، وحطم 2 هذول في مقدمة جيش موجود من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا 2 حيدرة
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني خالد بن سعيد بن العاص. فقال لهم كل واحد منكم أمير على نفسه، يعني تأمروا اثنينكم مع بعض، لكن كل واحد يتأمر على نفسه إذا طلع لحاله. الوكاد أنهم وصلوا هناك فكانوا قبائل اليمن. حنا اليوم ما قلنا روح فوق، بريك اليمن، أنتم تشوفون اليمن وتعرفون اليمن زين، لكن الناس اللي ما تعرف المكان هذا اللي صارت فيه الأحداث هذه يعرفها أكثر. روح فوق. فجو طال عمرك الصحابة الشجعان وجو على قبائل اليمن، وجو قبائل اليمن سمعوا أن الصحابة هذول جايينهم يدعونهم أو يبي يصير قتال ما يبي يصير قتال. الوكاد طال عمرك طلعوا قوم وكان على رأسهم عمرو بن معدي كرب. يوم طلع عمرو أول ما طلع قال للربع اللي عنده اسمعوا اللي عندي. قالوا تفضل. قال أنا بروح لهم وبقول لهم أنا عمرو بن معدي كرب. الناس قبل بالجاهلية كلها تعرف عمرو معرفة جيدة، يعني من يسمعون اسمه ينفض قلبه الرجال خلاص، من يعرف ان هذا عمرو انتهى موضوعه، يعني يسلم يقول تعال اقتلني، تخيل بالمنطق هذا. فهو الرجال يشوف بنفسه الشجاعة هذه، وكان شجاع عظيم يعني الرجل هذا. فجاء طال عمرك قال لهم اسمعوا انا بروح على هذول الاثنين اللي هم خالد بن سعيد وعلي بن ابي طالب، وبقول لهم انا عمرو بن معدي كرب، وبشوف شو يسوون، شوف شو يسوون، وما عليكم احنا نهزمهم بالطريقة هذه. متعود على الشغلة هذه، ما يدري ان اللي قدامه هذول اناس يعني لا يشق لهم غبار، يعني شيء خرافي. جاء طال عمرك عليهم قال انا عمرو بن معدي كرب، يعني صوت بصوت عالي قدامهم، منو منكم ينازلني؟ فقال خالد بن سعيد تكفى يا علي اتركوا لي. قال علي بن ابي طالب لخالد قال لا بالله اتركوا لي. قال يا الربع الناس تهابني وتموت لا سمعت اسمي، هذول اثنينهم كل واحد يعزم الثاني وكاني جزور، يعني وكاني بعير، كل واحد قاعد يقول الثاني انا اقتله. يا عمي انا مالي شغل فيهم هذول. ويرجع طال عمرك تركهم. بيوم من الايام جلس مع صاحبه واحد اسمه قيس بن مكشوح، هذا صحابي جليل. قيس بن مكشوح كان مع عمرو بن معدي كرب جالسين مع بعض. قال أما سمعت، عمرو يقول للقيس قال له أما سمعت بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام اللي موجودة في الحجاز، ايش رايك نروح ونسمع منه ونشوف إذا عجبنا الدين ولا هذا دخلنا الدين ولا ما دخلنا؟ قال له قيس لا بالله أنا ما رايح، تبي تروح أنت توكل على الله. راح عمرو وتوجه للرسول عليه الصلاة والسلام وسمع منه وعجبه الكلام، وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. وكان إعلان إسلامه في هذاك الوقت، يعني إسلام عمرو بن معدي كرب يقال في السنة 9 للهجرة ويقال في السنة 10 للهجرة. الوكاد طال عمرك أنه عمرو يوم أسلم حسن إسلامه، كان يعني مقاتل مع المسلمين، يعني كان له بأس شديد. لكن المصيبة وين صارت؟ المصيبة صارت يوم توفى الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاروا المسلمين يرتدون على الإسلام. جاء حرب المرتدين بني حنيفة والموجودين طال عمرك باليمامة والقبائل وكذا، من ضمن اللي ارتدوا عمرو بن معدي كرب. ارتد عمرو واقسم انه ما يرجع للاسلام، وانه خلاص وانا راح اسوي وافعل وكذا وكذا. المهم ارسل له طال عمرك يوم سمع ابو بكر الصديق بالامر هذا قال وين عمرو؟ قال ارتد عن الاسلام. قال شلون؟ قال والله هذا اللي صار. ويرسل طال عمرك رساله الى عمرو بن معدي كرب، واعطاها طال عمرك الرجال اللي عنده وقال له وصله لعمرو وشوف شو اللي يسويه. جاء طال عمرك الرجال هذا استلم الرساله، قال من منو هذه؟ قالوا من ابو بكر الصديق. قال ماني راجع الاسلام، انسوا الموضوع. هو ماخذ رساله كذا ويقرا. يوم قرا الرساله والرساله مكتوب فيها من ابو بكر الصديق الى عمرو إن لم ترجع إلى الإسلام أرسلت لك رجلا يجعل رأسك بين فخذيك. فطالع بالكتاب كذا قال والله ما هددني إلا بعلي بن أبي طالب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورجع طال عمرك إلى الإسلام، شهد معارك عدة مع المسلمين وفتوحات عظيمة. عمر بن الخطاب بيوم من الأيام يقال والعهد على الراوي والعهد على المؤرخ في هذا الكلام، يقولون جالس عمر بن الخطاب مع عمرو بن معدي كرب، فجلس عنده قال له يا عمرو بسألك سؤال. قال تفضل. قال وش أحيل ما شفت بالحياة؟ أحيل رجل قابلته، أحيل رجل قابلته في هذه الحياة، وأجبر رجل وأشجع رجل. قال أما أحيا الرجل في يوم من الأيام طالع من البيت وأنا كانت عندي طريقة مثل ما قلنا بالبداية، كانت عنده طريقة يجي على اللي قدامه يقول له ترى أنا عمرو بن معدي كرب، فينفض قلبه ويسلم اللي عنده. فيقول جيت عنده، جيت عند رجال جالس وخيله موجود جنبه، فقلت له أنا عمرو بن معدي كرب، اسلل سيفك ليقتلك، مو ليقاتلك، ليقتلك. تخيل. قال لحظة يا عمرو. قال سم. قال عاهدني ألا تقتلني ولا تقاتلني إلا أني أجي على خيلي، خلني أركب خيلي إذا أنت شجاع. قال لا بالله أنا شجاع، وعاهدك أني ما أجيك إلا لما تركب خيلك. قال أجل توكل على الله ماني راكب خيل. يقول كان هذا أحيا الرجل، يعني ما ركب خيل وجلس وما أقدر أذبحه، خلاص انتهى الموضوع. يقول أجبر رجل مر علي في التاريخ، رجل أول ما جيت قلت له أنا عمرو بن معدي كرب، يقول مات على طول. فهذا كان أجبر رجل يعني قابلته بحياتي. أما أشجع رجل، يقول بيوم من الأيام وأنا قاعد أمشي لقيت لي واحد، فقلت له أنا عمرو بن معدي كرب،
اسلو سيفك ليقاتلك. يقول ما يمديني قلت له الكلام هذا. يقول توجه علي. يقول ضربني بالسيف كاد ان يقتلني. فقلت له علي بالثانيه، يعني تعال مره ثانيه، يلا اذا فيك خير تعال الثانيه. يقول جاني الثانيه ويضربني وهو يقدر انه يقتلني لكنه طوفني. يقول يوم جيت قلت له تعال بالثالثه. قال شوف ان جيتك بالثالثه قتلتك، لكن اسمع العلم اللي عندي، اما انك تصاحبني انت رجل باين انك شجاع، ولا انك توكل على الله وفكني من شرك، انا ما ابي اذبحك، توكل على الله بس. قال له عمرو لا بالله اني صاحبك، انت يا ولد والله انك شجاع. يقول فصاحبته. فجينا على قوم من الاقوام الموجودين البعيد نشوفهم بيوت شعر موجوده وجالسين الناس هناك. فجاني وقال لي اسمع يا اللحيه الغانمه، هذا الرجال يقول لعمرو قال اسمع ابى اخلي عندك الخيل هذه اللي هي ملكي، ابى اخلي عندك الخيل وخلي عندك هنيه، ان جيتك مع مطلع الصبح خير، ان ما جيتك توكل على الله وانسى موضوعي. قال وين تبي تروح؟ قال مالك شغل. طال عمرك الرجال هذا بليل مظلم ودخل على القوم. يقول ما اسمع الا صياح وناس وسيوف وكذا. ابو ساعتين 3 ساعات يعني طال الليل معاي وانا قاعد انتظر الرجل هذا متى يجي. ما حسيت الا على جايه الرجل ومعه فتاه. اول ما جاء قال استرج خيلك. يقول استرجت خيل، ركبت فوق الخيل ركبوا فوق الخيل ركب الفتاه وطلعنا. يقول يوم طلعنا قال ناظر وراك في احد يتبعنا؟ يقول ناظرت وراي على شقه النور كذا وناظر ولا موجود رجلين ومعاهم واحد شايب، اثنينهم على الخيول قاعد يتبعونا. قال لي خير ان شاء الله. الرجل هذا يقول خير ان شاء الله، خليك ولا تطالع فيهم. يقول يوم دنوا من عندنا قربوا عندنا نادوا علينا. يوم نادوا على الرجل هذا يقول طلعت فيهم ورجعت عليهم، ورجع الرجل هذا عليهم معاي فقال خلك هنا ومالك شغل. فيقول يوم جيت عنده قال الرجل الشايب هذا قال ارجع الينا بنتنا، رجع بنتنا. ايش عندك انت ماخذ البنت سبي؟ طلع الرجال عاشق وماخذ البنت هذه يبيها سبي، يبيها بغصب طيب ابيها، انت الموضوع. قال مالك شيء عندي. قال رجع البنت. قال مالك شيء عندي. طالع بواحد من عياله الشايب قال روح قابله. فراح الولد هذا قضى عليه على طول ما يمدي جاء اقتله. قال ارجع يا الشايب ارجع ورجع ولدك الثاني لا اذبحك انت اياه. قال والله ما نرجع الا ترجع الفتاه. فقال له ولده الثاني الشايب يقول له ولده الثاني قال روح عليه اثر لي اخوك. طلع ما يمديه بثواني اقضبه طال عمرك وازدحه بالارض. خلص منه قال يا الشايب ارجع. قال والله ما لك الا انا. في يوم نزل عليه الشايب وكانت الشايب عنده حيله، يعني الرجل كان اكبر من عياله لكن بالحيله قتل هذا الشاب تخيل. فجاء عليه اول ما اقبل عليه نزل على الشايب بالسيف. يوم سقط الشايب او حاول انه تعرف اللي يبي يمسك نفسه نزل عليه الرجل هذا بالسيف او الشاب هذا مسك الشايب السيف وطعنه، يعني هو نازل عليه طعنه. تعرف اللقطات هذه اللي تطلع بالافلام نفسها طال عمرك. اول ما طعنه جاء هذا ما خلاه واقصبه ماتوا. يوم جاء عمرو طالع ولا هالجثث اللي صايره قدامه 4 جثث ما يدري ايش يسوي فيها. طالع على المره موجوده قال اركدي وما عليه ان شاء الله الامور تنهى. قالت اقول توكل على الله ولا تقرب من عندي. يقول نزلت المره وحطت السيف على الارض ونزلت عليه بجسمها وقتلت نفسها. يقول فطلعت من عندهم تقريبا ب4 خيول وانا طالع بغنيمتي هذه ولا ادري ايش الموضوع. فهؤلاء احيل من رايت واجبن من رايت واشجع من رايت. ومرت السنوات وبدت الفتوحات الاسلاميه تمتد في شمال الجزيره العربيه. شارك عمرو بن معدي كرب في فتوحات او في معركه اليرموك وكان بأسه شديد ورجع الى المدينه المنوره وكان على عهد عمر بن الخطاب. يوم رجع عند عمر بن الخطاب ارسل سعد بن ابي وقاص. يوم بدت الفتوحات على بلاد فارس، يوم بدت الفتوحات هناك ارسل سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب يستنجد ويقول له ارسل لي مدد من عندك. فارسل له منو؟ ارسل له 2. قال ان اتوك هؤلاء فاعلم ان كل واحد منهما يسوى له 1000. فارسل له طليحه ابن خويلد الاسدي وارسل له عمرو بن معدي كرب. وصل الى معركه القادسيه عمرو بن معدي كرب وكان له بأس عظيم في هذه المعركه. فكان واقف قدام الجيش الاسلامي وقدامهم الفيله والمعركه وتعرف اللي شيل وحط بين الناس. فكان يحرض المسلمين، كان واقف قدامهم ويحرض المسلمين يقول لهم لا تخافون من الفرس، لا تخافون منهم، والله ان الفارسي لا فقد نبله مثل التيس تقدر تكر كر وينتهي موضوعه، لا تخافون منهم. فكان يشجع المسلمين اللي قدامه قال ادخلوا بس وما لكم شغل بحد. هو قاعد يشجع المسلمين. قالوا له الناس اللي عنده قالوا يا عمرو دير بالك وراك واحد يبي يرميك بالنبل. فرمى طال عمرك بس سهم على عمرو. يوم رمى بس سهم حط الترس قدامه، تعرف اللي اول ما حط الترس ويضرب الترس عليه ويركض عليه. تخيل عمرو بن معدي كرب يركض على واحد، شو يصير فيه هذا اللي قدامه؟ تخيل يعني هم بالجاهليه كان يقول اسمه يموتون، فبالاسلام وقدام الفارسي هذا ركض عليه عمرو. هذاك ما قدر يتحرك، تعرف اللي قام يتخربط ووقف قدامه. اول ما دخل عليه ويمسكه يقول هكذا، يقول للمسلمين هكذا يعني مثل التيس هذا،
ويمسك طال عمرك يقص رقبته ويقطه. كان رجل يعني نعمة على الإسلام ونعمة على المسلمين، يعني كان رجل شديد في المعارك. الرجل هذا بعدها أو بعد معركة القادسية واستمرار الفتوحات في الديار الفارسية الموجودة هناك، صارت معركة عظيمة في بلاد فارس، في بلاد فارس وفي نهاوند تحديدا، معركة نهاوند بقيادة يزدجر. المعركة هذه وين؟ بنهاوند، بس وين بالضبط؟ روح فوق. يزدجر كان ماسك الفرس وجهز جيش البلاد فارس، تخيل هذا يسمونه كسرى، ها، جهز 150 ألف مقاتل في معركة أساس معركة أو علشان معركة نهاوند. لما احتلوا المدائن المسلمين اللي كانت في جنوب بغداد، رجع التمدد الفارسي أو الإمبراطورية الفارسية إلى أن وصل لنهاوند، جهز 150 فارس، وكان من البطرة اللي عند يزدجر كان يقودهم على سرير، تخيل سرير وقاعد كذا وكل الناس معه ويبي يقاتل المسلمين. المسلمين كانوا في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيوم جاء الخبر إلى عمر بن الخطاب قال يولى على المسلمين هناك النعمان بن مقرن المزني. لما تولى النعمان كان من ضمن جيش عمرو بن معدي كرب، فيوم صارت المواجهة بينهم بين يزدجر وجيش يزدجر، دخلوا عليهم دخلة الرجل الواحد، ما خلاهم اصلا يتفكرون او يفكرون بالموضوع هذا انه يبون يدخلون ما يبون يدخلون في مبارزه في شيء، ما يمدي. المسلمين على طول حطوا جيوشهم وحطوا قواعدهم ودخلوا عليه. لا تقول لي فيله، لان ايام الفيله خلصوا عليهم بايام القادسيه وعرفوا شلون اقتل الفيل من خرطومه وانتهى الموضوع، فدخلوا عليهم دخلة الرجل الواحد. وكان عمرو ذو بأس شديد في هذه المعركه، أبلى فيها بلاء عظيم. استشهد عمرو بن معدي كرب الزبيدي في سنة 21 للهجرة في معركة نهاوند. لما نستذكر تاريخ عمرو بن معد وبطولاته وصولاته وجولاته في الجاهلية وفي الإسلام، وكيف كان هذا الرجل وكيف كان شجاع وكيف خدم الإسلام والمسلمين، ما نستذكر في استشهاده إلا أبيات هو قائلها: كم من أخ لي صالح آويته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلكت ولا يرد بكايا زندا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. السلام عليكم. أمتي 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 أنت يا مفاخر الزمان، أنت يا عروسة الجنان. أبحري أبحري وانخري مسالك البحور، سعيك الحميد لن يبور. قم إلى حمل المنام، كن على